صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 2 أو الحلقة رقم 2 من الدفاع الهولندي اللي بيبدأ لما خصمك بيلعب الدي 4 وحضرتك بترد عليه بالاف 5. ولحسن الحظ الحلقة رقم 2 هي حلقة منفصلة عن الحلقة رقم 1، يعني لو حضرتك ما شفتش الحلقة رقم 1 تقدر تبدأ بالحلقة رقم 2 بمنتهى السهولة. ولو في معلومة مهمة ولا حاجة قلتها في 1 هقولها دلوقتي برضو تاني، نعيدها بسرعة مش مشكلة. فبدأت باتنين، كمل في اتنين عادي جدا، ولو عجبك المحتوى بتاع اتنين شوف المحتوى بتاع واحد لأنه هو هيكمل معلومات وهيشرح أفكار تانية. طيب، جدير بالذكر ان الاف 5 دي او الدفاع الهولندي مش رد بس حصري على الدي 4، انت ممكن ترد بيه على اي حاجه. لو لعب النايت ده مفيش حاجه تمنعني العب الاف 5. طيب لو لعب بلاش ارجع هنا، لو لعب النايت ده عادي اف 5 برضه عادي جدا. طب لو لعب انجلش اف 5 عادي جدا. بس لو لعب اي 4 لا مفيش اف 5 بقى، ده جنبيت مش ولا بد، وبلاش دورس جنب ده ما تدخلش فيه. طيب بلاش. لكن تعال نقول الراجل لاعب الدي 4 عادي جدا وحضرتك بتلعب الاف 5 عادي جدا معلنا اختيارك للدفاع الهولندي والدنيا جميله وبسيطه. بتقول له مفيش اي 4 والا هيدخل في ستانتون جامبت، وده ممكن اكلمك عنه في عجاله كمان شويه. لكن انت مبدئيا بتصعب عليه لعبه الاي 4، بتقول له مفيش اي 4، مفيش سيطره مطلقه على السنتر، مفيش الكلام ده. فالراجل بيبدا يفكر ازاي يتحلل هذا الامر. ممكن يلعب اللعبه الاكثر شيوعا على التشيس الا وهي السي 4، وممكن يلعب العاب تانية، ولكن اللعبه الشائعه هي السي 4 على التشيس، دي اللي المفروض تشوفها في معظم مبارياتك يعني. طيب بطور النايت عادي جدا، ضاغط على مربع الاي 4 اكتر، مفيش ادنى مشكله. وقواعد الشطرنج كلاسيكي هطور الحصنه بعدين البيشوبس، ودي قواعد شطرنج كلاسيكيه، وعايز اسيطر على السنتر، ده كلام كلاسيكي عادي جدا. الراجل حابب يفنكت البيشوب بتاعه عشان يسيطر على الاي 4 من ناحيه، ومن ناحيه تانية هو مش عايز يلعب الاي 3، يعني مش حابب يلعب الاي 3 ومش نافع يلعب الاي 4. هو نفسه يلعب الاي 4 مره واحده، مش حابب يلعب الاي 3 ويفتح البيشوب بتاعه. فهيفتح له ازاي؟ هيفنكته. كلام منطقي. احنا بقى هنلعب النهارده الاي 6. المره اللي فاتت يعني الحلقه بتاعت النهارده عايز اكلمك فيها عن تفريع الستون وول، والستون وول هو حل اخر لتفريع الانجراد. يعني يمكن في الدرس الاول خدت انت الانجراد، النهارده بقول لك خد حل اخر، خد الستون وول. عشان كده بقول لك النهارده منفصل عن الدرس رقم 1. طيب، فتحت للبيشوب بتاعي اللي ماسك المربعات السوداء، اشكرك. بس البيشوب بتاعي اللي ماسك المربعات البيضاء هطوره ازاي؟ ايه قصته؟ ما خبيش عليك هيغلبنا شويه بس هنطوره. ماشي. الراجل فانكت البيشوب بتاعه، دي طريقته تطوير البيشوب، وبص على مربع الاي 4 عشان نفسه يلعب الاي 4 اللي نفسه فيها. انا هنا بلعب الدي 5. هل ممكن ياكل؟ وياكل ولا يهمني، بس هو مش هياكل، هذه ليست النال الافضل. هفضل انا برضو عامل كماشه ببدأ الدي وبدأ الاف عندي على مربع الاي 4 ومصعبها. بيطور النايت بتاعه، فكره منطقيه جدا، وعايز يبيت بقى الراجل. انا بلعب سي 6، حصلت على هيكل بادئ قوي جدا، وده الشكل بتاع الستون وول. ينقصه بس نجيب البيشوب بتاعنا لدي 6، ويبقى البيشوب بتاعنا مجرم ماسك اوتار جميله خالص في وسط البورده، والدنيا اكثر من رائعه. الراجل بيت وانا طورت البيشوب بتاعي، هذه قطعه هامه بالنسبه لي. البيشوب اللي ماسك المربعات السوداء قطعه قويه وقطعه مهمه، بعكس اخوه اللي ماسك المربعات البيضاء قطعه مش قد كده. باد بيشوب اللي ماسك المربعات البيضاء دوت هنطوره برضو، مش هنسكت له، بس اصبر عليا. الراجل بيلعب البي 3 ليه؟ اصل الراجل الخبيث دوت مكار، عايز يجي البيشوب بتاعه كده ويكسر البيشوب بتاعي اللي انا فرحان بيه، وبالمره طور البيشوب بتاعه، ما البيشوب بتاعه برضه مستقبله مش قد كده يعني. فلذلك انا اول ما بشوفه على طول لعب البي 3، وزيري اروح مطوره وحطه في ظهر البيشوب. مفيش دي بقى يا استاذ، تخسر قطعه لو عملتها، مفيش الكلام ده. فالاستاذ الفاضل بياخدني على قد عقلي وبيلعب مؤقتا البيشوب بتاعه، يجيبه للبي 2 يفنكت البيشوب عشان خاطر يحل هذه القصه. ابيت بقى، كلام منطقي اهو، دنيتي لطيفه جدا. جدير بالذكر حاجه،
هتقول لي يا استاذ انا عايز اقول لك حاجه. اقول لك اتفضل قول. تقول لي انا شايفك اللهم بارك يعني لعبت الاف 5. اقول لك حصل. تقول لي اللهم بارك لعبت الدي 5. اقول لك حصل. تقول لي ايه اخبار مربع الاي 5؟ انت بقى عندك ثقب اسود فيه، هذا مربع ضعيف ممكن يزرع فيه حصان ويزعجك. ما اخبيش عليك، هو ده اللي هيعمله. بس في المقابل خلي بالك من حاجه، مربع الاي 4 عنده برضه مربع ضعيف. انا حميد بدائين وهو، وممكن ازرع له حصان فيه وازعجه. حق يقال يعني. طيب نقول برضه لينا واللي علينا. الراجل بمنتهى الرخامه يجيب الكوين بتاعته للسي 1. ليه يا عم؟ عشان نفسه يعمل ايه؟ اقولك. بس قبل ما اقولك، البيشوب بتاعي بقى ده عايز اطوره. هطوره ازاي؟ هعمل بيه حركه زجزاجيه، شفتها ولا لا؟ طيب تعال نرجع للراجل بتاعنا اللي جاب الكوين بتاعته ديت. عايز تعمل بيها ايه يا عم؟ يقول لي عايز اجيب البيشوب بتاعي كده. انا هنا بقى استطيع ان اكسر لك البيشوب بتاعك وما تعملش حاجه. الوزير ايه؟ حامي. ما تعرفش تعمل هذه الاكله بقى ولا هذا الشغل. شفت الخبيث؟ طيب نسيب الوضع احنا زي ما هو كده، ونيجي للبيشوب بتاعنا اللي ماسك المربعات البيضاء عايزين نطوره. انزل يا بيشوب. شفت بقى هذه الزجزاج اللي احنا عملناه؟ ينزل بالنايت بتاعه للاي 5. مش انا قلت لك او انت اللي قلت لي انه مربع ضعيف؟ اهو استغله يا عم. نطور بقى النايت بتاعنا احنا كمان. بنقول له تكسر يا سيدي. يقول لك اكسر؟ انت شايفني عبيط؟ حتى انا ما اقدرش اكسر، يعني لو كسرت هو بقى اللي بيكسر في الحاله دي وانا بستعيد. لكن هو لو لعب اي حاجه انا ما اعرفش اكسر. هعرف اكسر ازاي؟ ده فورك، هيعمل فيها ايه الفورك دي؟ هشيل، هفقد وزير. هشيل النايت، هياكل يعني. فانا ما ينفعش اكسر انا الحقيقه لو هو لعب اي حاجه. المهم عشان ما تتوهش مني، انا كنت طورت النايت بتاعي بقول له تكسر. قال لي لا مش هكسر ده، انا عايز اكسر الايه؟ البيشوب بتاعك القوي. لان البيشوب بتاعي دوت هو اللي مسيطر على على الاوتار السوداء. الاوتار السوداء مش متسيطر عليها باي حاجه خالص، فيها اضعافات طبعا. المهم استعيد قطعتي البيشوب اللي هو خاله دوت. يطور البيشوب بتاعه وانا اعمل ايه؟ اطور البيشوب بتاعي اللي كان عندي مشكله فيه ده. عانيت في تطويره ولكن ايه؟ طورته في النهايه. دي اهم الافكار اللي انت ممكن تواجهها، او اهم الافكار اللي انت بقيت فاهمها. يعني عارف مربع ايه اللي ضعيف عندك؟ عندك طبعا مربع الاي 5، لان حضرتك لعبت الاف 5 والدي 5. مربع الاي 5 بقى فيه اضعاف. حطلنا فيه حصان جميل اهوت. احنا ما نسكتش بقى، طور النايت بتاعه. واحنا ممكن علينا نجيب الرخ بهذا الشكل. ممكن مثلا نسحب البيشوب، او كنا ممكن نكسر اي حاجه. وممكن نستغل مربع الاي 4. طبعا النقلات اللي عملتها في عجاله من شويه دي نقلات ايه؟ انا بس بعمل فرضيه وجدليه معاك، مش لازم تحفظها ولا تعرفها ولا حاجه. انت تعرف الايه؟ الافكار الرئيسيه اللي كنا بنتكلم عنها. لو الراجل اكل، طب ما ياكلش ليه؟ يا ريت ياكل، ما ديك قلنا ده بات بيشوب. الافضل هو ياكل حصاني، استعيد بالرخ مثلا. لو اكل استعيد. هنا البيشوب لازم يرجع والرخ مع الوزير ضاغطين على البيدق، فيرجع البيشوب وانا اكل. لو كسر انا سعيد، الدنيا جميله خالص. النقلات دي كلها ايه؟ مجرد تخيلات، ما تشغلش بالك بيها. احنا بس بنتسلى يعني. لكن الافكار الرئيسيه بتاعت الستون وول انت عرفتها. يبقى عندك حلين. عايز تاخد تفريع لينجراد. تفريع لينجراد اللي شفته في الدرس الاول على عيننا وراسنا، تفريع جميل وهو المين لاين بالنسبه لجمهور الجراند ماسترز. لكن الستون وول له جماله برضه وله القوه بتاعته. عايز تاخد دي اهلا وسهلا، عايز تاخد ديت ايه؟ اهلا وسهلا. طبعا تجوز الخبر عشان تكمل الجيم، ولكن ده مش موضوعنا. احنا محتاجين النهارده نتكلم عن فكره جديده. هتقول لي فكره جديده ايه بقى؟ انا هقول لسيادتك. تخيل معايا يا محترم، الراجل بيلعب دي 4 وعامل لك بقى ماشي ما غلطش اف 5 دفاع هولندي، وانت عامل له عنصر مفاجاه. يقوم الراجل يقول لك مفاجاه على مفاجاتك، جي 4 كريجيك جامبت. انت عايز ايه بالجي 4؟ ويقول لك انا عايزك تاكل واعرف العب مثلا اي 4 بمنتهى الهدوء. دي فكره من افكار. طب احنا هنعمل ايه؟ بص احنا هناكل الحقيقه، هناكل وهنسيبه يلعب لعبه من لعبتين. اللعبه اللي بتتلعب اكتر اتش 3، ويليها الاي 4. ما تحفظ
حاول تفهم الافكار وهتلاقي الدنيا ماشيه لوحدها معاك في الجيم بتاعك. لو لاعب الاتش 3 عايز تاكل كمان بيضه، ما تاكلش انت بقى، انت اديها واحده دي 5، والاستاذ الفاضل دوت سيبه هو يعمل اللي هو عايزه. لو اكل انت البيشوب بتاعك بتستعيد، ما انت زعلان من حاجه. طيب تلعب انت ايه دي 5 وتحت البيشوب بتاعك. الراجل لو اكل فعلا ماشي، ده المين لاين بتاع الخط ده يعني، هستعيد بالبيشوب. طور كوينه ليه؟ نفسه يلعب الاي 4 مثلا، نفسه يلعب اي 3، اي حاجه، عايز يسحل البيشوب، عايز يتنفس، فبيطور الكوين عشان تبقى ايه بعيد عن البيشوب بتاعك. طورنا نايت، ما نسيبش البيشوب ده متشعلق في الهوا كده، وطورنا قطعه. بتطور البيشوب بتاعه، انا عايز اطور كمان قطعه، طور لي الوزير بتاعي كمان. عايز تاكل كل ما يهمكش. اكل، استعدنا بالوزير. طور النايت بتاعه، اطور النايت بتاعي. انا هبيت فين؟ انا بكل تاكيد هبيت ايه؟ جناح ملك، ايه جناح وزير، اسف جناح ملك، ايه جناح وزير. والراجل في الغالب برضه يعني مش محتاجين نكون علماء كيمياء نوويه عشان نقول ان هو كمان محتاج ان هو يبيت ايه في جناح الوزير هو كمان. ممكن اسحب بقى وزيري، الماتش يكمل باي شكل من الاشكال، هذا لا يهمنا. طيب ارجعنا من البدايه وتعالى نشوف ايه اللعبه التانيه اللي عنده بعد ما باكل الاستاذ اتش 3. ما دي شفناها، ارجع يا اتش 3 حاضر، شوف لنا التانيه بقى، الا وهي الايه الاي 4. برضه دي 5. النقل الادق هو طبعا يعني مش معقول هيكون بيلعب كل الالعاب ديت، اكيد هيبقى ماشي على اللاين بقى، ان هو يلعب الاي 5. طب لو اكل عندنا مشاكل، عندنا مشاكل ليه؟ استعدنا عادي جدا، ساعتها مطورين النايت بتاعنا وعايزين نبيت وما عندناش ادنى مشاكل، كسر ما كسرش. طيب. لكن النقل الاكثر شيوعا ان هو مش هياكل، هو اوريدي هيلعب الايه الاي 5. تمام، ويقول لك انا عندي مساحه جيده في السنتر وسيطره جيده على السنتر. اطور البيشوب بتاعي، الاستاذ يزيح، زيح يا عم وينبسط. عايز تاكل انا هاكل بعد ما جبت وزيري ورا البيشوب. يطور النايت، انا كمان اطور النايت، مستعد ابيت. يطور البيشوب، انا بيت، دنيتك اكثر من رائعه. ايه الصعب في الكلام اللي بيقوله دوت؟ ولا حاجه. هو طلعك بره الخط بتاع الهولندي الرئيسي صحيح، ولكن لا يوجد ما تخشاه، دنيتك حلوه خالص. هل تخشى شيء؟ اخشى شيء ليه؟ ممكن ساعتها تاكل، هو يستعيد، سيادتك تفتح للبيشوب التاني، الدنيا اكثر من رائعه ومفيش ادنى مشكله ولا ادنى خوف على حضرتك. ولك افضليه وتفوق في هذا الخط 8 من 10 بحالهم. يلا يا عم العب وانبسط. جنبيت مش شائع، ولكن تبقى فاهم افكاره عشان ما تتخضش، بس هتعمل لك فجأة ولا حاجه تقول لا احنا مش بنتفاجئ، احنا ناس تقيله وراسيه. دعني اهنئك واعلن ان انا خلصت الحاجات اللي نفسي اقولها في الدفاع الهولندي. ابدأ العب بيه، طبقه في ادوارك، ما تتخضش ولا تتضايق لو اول ما بتلعب بيه خسرت. يعني ممكن تنسى نقله هنا نقله هناك، تقييمك مش هيحصل له اي حاجه. او لو تقييمك نزل بطبيعه الحال لازم ايه هيطلع بعد كده، انك هتلاعب ناس مستواهم اقل منك، فهترجع تلعب مع ناس تقييمها اعلى تاني وبتاع. انا بتكلم طبعا بتلعب على الشاس يعني، او الشاس دوت كوم او الحاجات دي. طيب لو حضرتك لقيت لاين ظهر لك ما اتكلمتش عنه، قول لي لو سمحت ما تعمل لنا حلقه عن اللاين الفلاني ده، انا شفته كتير ومضايقني ومش عارف اتعامل معاه مثلا. لكن انا شايف ان المعلومات اللي معاك حلوه، موقفاك على ارض كويسه، تقدر تبدا، تقدر تجرب، تقدر تشتغل بيه، وهتوصل لنتائج ان شاء الله تكون كويسه. استسمحك ادعمني بالسبسكرايب واللايك والشير، الحاجات اللطيفه دي اللي انت حافظها من كل اي يوتيوبر بيطلع يقولوا يرسلهم لك، استاذ لايك والشير بيرسموا ورا بعض كده، فانت مش محتاج ارسلهم لك تاني، حضرتك ايه عارفهم. لكن فعلا ده بيفرق معايا، ده الدعم اللي ممكن تقدمه لي عشان خاطر الالجوريزم او اللوغاريتميه بتاعه اليوتيوب تشوف ان الكونتنت ده كويس وتبدا تنشره وتبدا ايه. يعني لو صعبان عليك ان انا بقدم كونتنت كويس ومش لاقي، يعني تبرع لي باللايك وبالشير وبالحاجات دي، هتفرق وهتجيب لليوتيوب يعني احساس باهميه المحتوى اللي بيتقدم. اشكرك انك استمتعت معايا بالهولندي، مستني
اعرف رايك، ايه اللي حصل لك، ايه اللي طلع معاك، ايه اللي يعني اتمنى تكون النتائج كويسه وتشجعني اكمل في كورسات تانية. طيب الى اللقاء في حلقه تانية. الى اللقاء دي عجوزه قوي نهايته. اشوفك الحلقه الجايه على خير وسلام.